ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم زي ما تعودنا على قناتنا على اليوتيوب. والدرس النهارده مهم. في الحقيقه طلب مني يعني من ناس كتير، بعتت لي ان هم محتاجين بريستات للشغل بتاعهم وكده. ف حابب اقول لكم ان البريستات للاسف مش كلها فري. يعني الحاجات المتاحه ان انا اعرضها فري بعرضها لكم على الشانل هنا على القناه. وفي حاجات طبعا يعني مدفوعة بفلوس. طبعا السعر مش غالي، يعني بفلوس رمزية جدا. بس الحاجات دي مهمة جدا طبعا، وهتنفع معاكم وهتفيدكم في شغل كتير. فخلينا نبدأ كده ونشوف تجربة عملي مع البرستات اللي معانا كده. عندنا صورة كده على أرض الواقع من على السوشيال ميديا. معانا كده شوية برستات كويسة، منهم مايلي، موسى، جوزفيلا. في يعني كذا حاجة معروفة ومشهورة على السوشيال ميديا. تمام، هنبدأ كده بأول بريست معانا. شوف كده، طبعا البريستات مش شرط ان هي تبقى مظبوطة على كل الصور. تمام، يعني في بريستات هتليق مع الصورة وفي بريستات لأ. تمام، فاحنا ممكن نخش نجرب بريست تاني كده بالشكل ده. ده كده تمام، مظبوط، ويعني لايق معانا على الصورة بتاعتنا وعلى الأجواء بتاعت السورس. تمام، في منه طبعا كذا حاجة. في حاجات كده غوامق، في حاجات مظبوطة. تمام، طبعا احنا هنبدأ نجرب كده جزء جزء مع بعض. في حاجات كده سينماتيك. طبعا هي لذيذة بس مش محتاجة ويدنج، او على حسب يعني السورس طبعا اللي معانا. لو المكان اولد شوية مثلا وحاجة شبه تراث، والأماكن اللي هي فيها الحاجات القديمة، هيليق معانا طبعا. هنجربه كده جوزفيلا. طبعا انت في ايدك ان انت تتحكم في السورس، في الاعدادات بتاعته. دي الميزة، انتوا عارفين طبعا البريستات دي ميزتها الوحيدة. تمام، يعني انت لو عجبك البريست دوت بتبدأ ان انت تعدل فيه براحتك. ممكن نخش هنا نظبط الالوان لو مش عجباني. تمام، نظبط كيلفن بقى، الوايت بالانس اللي انا عايزه. تمام، بس في حاجات طبعا بتبقى مظبوطة وكويسة. في مايلي معانا. طبعا مايلي مشهور ومعروف جدا على السوشيال ميديا. بس مشكلته الوحيدة ان هو هنا الجيم بيبقى عالي، فاحنا هنخليها زيرو. هنا هنخليها زيرو، وهنبدأ نعدل كده بالشكل ده. هيبقى كويس معانا. تمام، ممكن نغمق اكسبوجر شوية او نظبطها، وبعد كده يعني ايه، شوفوا مثلا البشرة بتاعت العريس والعروسة، احنا محتاجين نفتحها شوية، حاجة بسيطة، مش عايزينها تصفر مننا. فاحنا هنبدأ ايه، نظبطها مانيوال. تمام، من هنا كده بالشكل ده، نظبطها من هنا تبقى كويسة معانا كده ولذيذة. طبعا احنا معانا يعني حاجات كتير، بريستات كتير، ومعانا صور كتير نجرب عليها. انا بوريكم كده نبذة عن البريستات الموجودة لو في حاجة منها عجباكم. تمام، في حاجة شبه كده
حلو جدا على السورس ده. تمام، ممكن ناخده كوبي ونخش على صورة تانية كده نعمل لها بيست ونشوفه كده. نجرب كذا حاجة تانية. ممكن نجرب هنا أرورا. ده هيبقى كويس، كويس جدا بصراحة. ممكن نجرب البريستات السينماتيك، هتدينا برضو يعني سورس نضيف وإيديت محترم. حاجة شبه كده برضو كويسة، ممكن ناخدوها كوبي ونيجي هنا نجربها على الصورة دي، هتبقى كويسة جدا برضو معانا. حاجة شبه كده. حلو ده جدا، نلاقي على السورس بتاعنا. طبعا بقى في الناس اللي بتحب تصور في زرع وكده يعني، فاحنا معانا برضو سوري حاجات كتير معانا. ممكن نجرب الحاجات اللي ديت كده. دي بتبقى لذيذة طبعا، يعني ناخدوها مثلا كوبي كده ونحط البريست على الصورة دي. بس كده. طبعا هو مش لايق على الصورة دي، بس يعني انا اوريكو مش اكتر، طبعا انتوا فاهمين الكلام ده. تمام. الصورة دي ممكن يليق عليها مايلي اكتر. كويس. لحد ما يعني كويس مش وحش. بس اعتقد يعني احنا لو جربنا اورا. لا مش لاقي على السورس. ممكن نجرب حاجة تانية. دي كده هتبقى لايقة عليه. عندنا بقى السورس ده، انا بالنسبة لي بحبه جدا، يعني الصورة دي طبعا مشهورة يعني على السوشيال ميديا ومعروفة. انا بحبها لان هي بيليق عليها حاجات كتير قوي. يعني احنا لو اخدنا مثلا البريست ده حطيناه عليها هيليق، من غير ما اعرف هو هيعمل ايه بس هيليق تمام. لو جينا اخدنا البريست ده حطيناه عليها هيليق. لو جينا حطينا البريست ده اهو لايق معاها عادي. لو جينا اخدنا برضو ده كوبي كده حطيناه هنا هيليق معاها. عجبني في السورس ان هو بيليق معاه كذا حاجة. نجرب الافكت دوت البريست ده على الصورة دي. لا مش نافع، يعني نجربه حاجة تانية. نجربه الويف كده نيوترال. ده كده هيبقى جميل جدا على السورس ده. بقى واحدة باك لذيذ ده.
ولو ظبطناها اكتر برضو يعني هتبقى جميلة. يعني احنا لو ظبطناها اعتقد هتبقى الصورة في حتة تانية. تعالوا نجربه كده السورس ده، شوفوا هيليق معاه ايه. الحاجات اللي على البحر دي بتحتاج حاجات معينة، بيبقى اللون الأزرق الأكتر مايل. طبعا سينماتيك أكيد لأ، مش هتنفع معاها. الحاجات دي ممكن لأ برضو. نجرب جوز فيلا. إلى حد ما كويس، بس مش قوي برضو، مش أحسن حاجة. هنجربه الميلي. حلو ولذيذ، بس برضه زي ما قلنا هنقفل الجيم بتاعه، نرجع ده زيرو. هحتاج شوية تظبيط برضه يعني، عشان الألوان عايزة تتظبط. هو إلى حد ما كويس، مش وحش. ده لذيذ. ده لذيذ برضه، مش وحش. بس أنا شايف الألوان الصريحة بتاعت الصورة أصلا بتاعت السورس كويسة جدا، عجباني، فمش عايز أبوظها. فأنا يعني المفروض أختار حاجة هادية، حاجة فيها بقى للأزرق شوية. مش عارف بقى بصراحة، لأن أنا مش حافظ البرستات جدا. فأعتقد يعني إن أنا لو عملته مانيوال هيبقى أسهل لي وأحسن لي وأسرع يعني. بس يعني أنا بالنسبة لي بقى، لو حد بقى بيصور بورتريه مش ويدنج، في حاجات شبه كده. شوف بقى أنت حابب السينماتيك. هنا السينماتيك هنا، طبعا بقى مع التعديل هيبقى أشيك وأحلى. جميل أوي ده. أنا حابب دوت جدا. يعني أنا حابب أنا أول بريست أمبر ده حابه جدا، بس مش على كل السورسات طبعا يعني. هنا ممكن يليق.
حاجة شبه كده برضو لايقة كويسة. معانا برضو صور بورتريه شبه دي، نجرب عليها. مش عارف انا، حس ان في حاجات كتير بقى يعني بالنسبة لي انت ممكن تعدلها تبقى لايقة اكتر. يعني مش لازم انت تشتغل مثلا على السورس الصريح على طول، على البريست قصدي على طول يعني. ممكن لو جربنا أرورا كده، أورا، سوري، مثلا نفترض ده عجبنا، فاحنا هنيجي هنبدأ نعدل من هنا، هنيجي هنا نظبط اوتو. ثواني بس نغير البريست ده عشان غامق جدا. مثلا حاجة شبه كده، فاحنا هنبدأ نعلي فيها الشادو. تمام. ممكن نبدأ نغير حاجات بسيطة، بس أنا شايف إن هو كان الألوان بتاعتها كويسة جدا. تمام. لذيذ جدا كده. وبس كده نبقى وصلنا لآخر الفيديو بتاع النهاردة، وأشوفكم في فيديو جاي. يا رب تكون البرستات عجبتكم. ولو حد حابب أي حاجة، لينكات التواصل بتاعتي في الديسكريبشن تحت. هتلاقوا لينك الفيس والانستا. خشوا كلموني وسلام.